بصوا بقى الحركه دي، بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا الصينيه من جوه ما فيهاش حاجه. بصوا الصينيه عامله ازاي من الورق اللي انتوا بتحطوه في الصينيه من تحت. لو انت عايزه الصينيه تطلع معاكي بالشكل ده، نبتدي احنا بقى نشيل ايه كل الحاجات اللي على الصينيه بالمنظر ده، عشان تبصي على منظر اللحمه بقى والبصل بقى والطماطم والمحاشي اللي تحت. بصي المنظر عامل ازاي. طبعا انا اول مره اقول لكم ان انا اعمل ورق العنب مع الكرنب، بس بجد طلع جميل قوي كده. ادي ورق العنب اهو. بصوا منظر ورق العنب عامل ازاي، واللحمه فوقيه منظرها عامل ازاي، دايبه دوب. بصوا المنظر، بصوا ورق العنب وبصوا اللحمه، بصوا عامله ازاي. هي طبعا سخنه جدا مش عارفه امسكها. وبصي كمان الكرنب عامل ازاي، واللحمه فوقيه عامله ازاي، دايبه دوب. عندك بقى شويه رمان كده، حطيهم كده فوق الصينيه، على فكره بتدي طعم حلو قوي. وشويه كمان من الجزر عشان العين بتاكل قبل البق. لو عجبكم الاكل النهارده دعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. تعالوا اقول لكم انا عملت العظمه دي ازاي. ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا بعد ما رحت المهرجان وكنت عامله الطاجن بتاع ورق العنب، لازم طبعا اعمل لولادي منه في البيت، طلبوه طبعا مني، فقلت اعمل لهم ورق عنب. وبعدين عملت كمان جنبيه شويه من ورق الكرنب، وعملت طبعا اللحمه بالطريقه اللي انتوا عارفينها اللي هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو. دلوقتي هنبتدي ان احنا نحطها في الصينيه بالشكل ده. انا هعمل ورق العنب واعمل الكرنب في صينيه واحده. بطنت كده الصينيه لورق العنب الناحيه دي والكرنب الناحيه دي عشان هعملهم كلهم في قلب صينيه واحده. تعالوا نشوف انا هعمل فيها ايه. طبعا انا هنا كنت عامله تحت ورق العنب في المهرجان عرق الفليتو، فاضل منه كام حته كده، هعملها تحت ورق العنب بالشكل ده. وكان عندي كده كام ريشه ضاني طلعتهم عشان احطهم تحت الكرنب كده. هبطن بيها من تحت بالشكل ده كده تحت ورق العنب، بيدي طعم جميل جدا. طبعا دي انا سويتها سوا كامل، مش سوا كده وخلاص. طبعا اللحمه انا عملتها، بصوا كانت دايبه كده ازاي في الصوص. زي ما قلت لكم هعمل نص الصينيه من ورق العنب بالشكل ده، والنص التاني هعمله الكرنب كده. ده نص بتاع الورق العنب اللي هرص فيه ورق العنب هنا. النص التاني انا كنت عامله كام ريشه كده في قلب الصينيه معايا، هرصهم بالشكل ده عشان احط عليهم الكرنب، وهيبقوا كلهم في قلب صينيه واحده. هرصهم كلهم وارجع لكم كده. بعد ما حطيت اللحمه بالشكل ده، الحتت اللي هي عرق الفليتو اللي انا قلت لكم عملت في المهرجان الطبق بتاعها، وعندي هنا كام ريشه طلعتهم عشان اعمل عليهم الكرنب كده. هحط ورق العنب بالشكل ده على عرق الفليتو، هرص لحد ما اخلص الرصه بتاعت الصينيه، والناحيه دي هرص الكرنب بالشكل ده لحد ما اخلص الصينيه خالص وارجع لكم تاني.
كده اكون خلصت معاكم الصينيه بتاعت ورق العنب والكرنب بالشكل ده، عملتها نص. طبعا انا اول مره اجرب الطريقه بتاعت ورق العنب والكرنب في صينيه واحده، فلو نجحت يعني هقول لكم، ما نجحتش هقول لكم ما تجربوهاش. وعندي هنا كام ورقه عنب كده هحطهم على الصينيه من فوق بالشكل ده. الطريقه دي حلوه جدا عشان ما تخليش كمان معاكي ورق العنب يفك. وعندي هنا كام ورقه برضو من الكرنب هحطهم كده على الوش، بيحافظوا برضو على الورق بتاع الكرنب ان هو ما يتفكش على طول وانتي بتحطي الشوربه بتاعتك. اللحظه دي بقى هنعمل ايه؟ شفتوا بقى حبه الصوص الحلوين دول اللي نزلوا من قلب اللحمه بالشكل ده، هنزل بيهم كده على المحشي بتاعي بالشكل ده. وبعدين اسقيها بقى بالشوربه اللي عندك. لو ما عندكيش شوربه ممكن تحطي قالب ماجي في شويه ميه وشويه ملح وشويه فلفل وتحطيها على النار بالشكل ده. هنا حطيت المحشي بتاعي على النار بالشكل ده، وهنزل بقى عليه بالشوربه بالشكل ده. واحاول اعمل الصينيه كده عشان الشوربه تدخل في كل الصينيه بتاعت المحشي اللي عندنا بالشكل ده، واغطي عليه واسيبه على النار. هنا خلاص المحشي استوى. طبعا انا كنت بقول لكم انا اول مره اجرب محشي ورق العنب مع الكرنب، بجد يا جماعه استوى وبقى حلو قوي. تشيلي الورق بقى كده، بصوا على الورق بتاع الكرنب مستوي جميل، وكمان الورق العنب برضو مستوي وشكله حلو قوي. فانا قلت لكم انها تجربه هنجربها مع بعض. استوى وبقى شكله حلو قوي، مستوي وجميل قوي. هنقلب معاكم الصينيه دلوقتي وهوريكم الشكل كمان بتاعها من تحت.